عمرك سألت نفسك ليه جلد رجلك حوالين الكاحل بدأ يسود؟ ليه في حكة مستمرة وانت مش عارف سببها؟ ليه كل جرح صغير في رجلك بياخد وقت طويل جدا عشان يلم؟ ممكن تفتكرها حساسية، لكن دي علامات لمرض أخطر بكتير، مرض ساكت لحد ما يفاجئك بمضاعفات تقلب حياتك. استنى واسمعني في ثواني، ويلا اعمل فولو ولايك وشير للفيديو. دي مش حساسية، دي دوالي وفي مراحل متقدمة، مش مجرد عروق بارزة. دي مشكلة في الدورة الدموية، في الصمامات اللي جوه الأوردة. بدل ما الدم يطلع للقلب ينزل لتحت ويتحبس. ممكن تتحول لقرح ونزيف أو حتى جلطة. ويلا بقى ركزوا للفيديو عشان تحمي نفسك وتطمن على اللي حواليك. الدوالي مش بتظهر فجأة، بتبتدي بتقل وألم في الرجل، عروق رفيعة زي بيت العنكبوت، أو رده سميكة وبارزة وتورم متكرر في آخر اليوم. تغير لون الجلد حوالين الكاحل للغامق مع وجود قرح مؤلمة مزمنة. كل مرحلة تسيبك للي بعدها لو ما خدتش بالك لحد ما توصل نزيف من العروق تحت الجلد وقرح صعبة جدا تلتئم. جلطات سطحية وعميقة. تخيل الكارثة، جلطة سطحية صغيرة في رجلك ممكن تتحرك وتوصل الرئتين وتوقف النفس فجأة. جات لي مرة ست كبيرة رجلها مورمة وفي غميان حوالين الكاحل. أول ما شفتها عرفت إنها في مرحلة متقدمة من الدوالي. شاب صغير عنده 25 سنة بيقف في محل بالساعات، لقيت رجله مليانة عروق بارزة ولا واحد عنده 60 سنة. واخطر واحد ده استهتر بالموضوع، رجليه ورمت فجأة وسخنت واحمرت. راح المستشفى طوارئ، طلعت جلطة كان ممكن يموت. النصايح مش رفاهيه، دي بتفرق ما بين اللي بيتحسن واللي بيدخل نفسه دوامه. امشي نص ساعه يوميا وما توقفش بالساعات من غير حركه. ارفع رجلك وانت نايم على مخده اعلى من مستوى قلبك. البس شراب دوالي لو الدكتور وصفه. ظبط عادات اكلك وكل خضار وفاكهه كتير، واشرب مشروبات مليانه فيتامين سي زي البرتقال والليمون. قلل وزنك لو محتاج، وما تقعدش رجل على رجل لفترات طويله، وبلاش الكعب العالي، كارثه على الاورده. بلاش قهوه، والتدخين بيدمر جدار الاوعيه. النهارده ما بقاش الحل عمليه كبيره زي زمان، في كذا تقنيه حديثه. اسمعني وركز معايا. في الحقن السكليروثيرابي، ودي ماده بتقفل الوريد من جوه. وفي الليزر الخارجي، وده ضوء بيتوجه يقفل الوريد من غير اي جرح. وفي التردد الحراري، ودي موجات حراريه دقيقه تقفل الوريد. وفي الغراء الطبي، ودي تقنيه حديثه بيحقنوا ماده لاصقه جوه الوريد بتقفل الوريد من غير ولا حراره ولا ليزر. ولو الوريد ضخم جدا في جراحه بسيطه والمريض بيرجع يمشي تاني يوم عادي. والميزه كلها امنه وسريعه، بس لو ما غيرتش اسلوب حياتك هترجع لك تاني. لو رجلك ورمت فجاه، او في سخونيه او احمرار او وجع شديد مش مفهوم، لو حسيت بضيق نفس مفاجئ، كحه بدم، دي مش دوالي عاديه، دي جلطه قاتله. طوارئ مستشفى فورا، ما تستناش. وافتكر الدم اللي بيتحرك ده هو الحياه، لكن الدم اللي بيتحبس ده بيتحول لقنبله موقوته جوه جسمك. الدوالي مش مرض بسيط، دي بدايه طريق مظلم، نهايته قرحه او نزيف او جلطه. احمي نفسك دلوقتي قبل ما يبقى العلاج مش اختيار، يبقى انقاذ حياه. لو عايز تعرف الادويه اللي بتساعد في تحسين حاله الدوالي اكتب لي في الكومنتات. تابع روشته الحياه واسمع العلم وخد معلوماتك ونصائحك مع الصيدلاني زون دكتور محمود مسعد. ويلا اعمل فولو ولايك وشير، احتمال تنقذ حد بتحبه. شكرا.